في الحلقة السابقة من تحدي تايسون. بكره انا هعمل ال 5 كيلو فورتاي. هو بس انا عاوز اقول لك حاجه يا جو، يعني عشان جو شخص سخنان دلوقتي، انا بقول لكم يا جماعه مش هيعرف يعمل ال 5 كيلو بكره. طب نراهن على كام؟ حط تايم، انا مش هعرف. 25 نفس الحلقه هنتفرج وديب بيعزمنا في نفس الحلقه والله. حصل يا جماعه ان شاء الله، او يوسف بيعزم. معانا كابتن يوسف صبري، هتحب تعرف نفسك كابتن يوسف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا احب اشكر بس ان انا جات لي الفرصه دي ان انا اشارك معاكم، وان شاء الله هشرفكم. هيجري 5 كيلو واحنا متطمنين ان هو يعملها في 25 دقيقه، ولو ما عملهاش هيعزمنا كلنا على حاجه جامده فشخ. النهارده كابتن ديبو هياخدنا اكله سمك فشيخه عشان أنا نفسي اكل سمك النهارده. ده لو هو عملها ب 25 دقيقه. جاهز يا كابتن جو؟ يعني لازم اعمل كل كيلو في 5 دقايق. حصل. اول لما ابدا. حصل. يلا بينا. يلا بينا. انا النهارده مايك تايسون وبعمل تشالنج مايك تايسون، بحط بلاي ليست مايك تايسون. هناك نجم جديد رائع قادم الى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا آمين. اللهم ابعد عنا الاصابات آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الاربطه آمين. جو دلوقتي بيعمل 5 كيلو. جزء من التشالنج اللي احنا هنعمله هو 5 كي ران في اول يوم. انا مش عاوزها تبقى بتاثر قوي على يوسف، فعشان كده انا عاوز اعرف البيس اللي هو يقدر يجيبه دلوقتي. لما نعمل التشالنج هبقى عاوز ان احنا نبقى اقل من البيس ده، عشان ما ادخلش يوسف في زون ما يقدرش يريكفر منها وما يقدرش يكمل التشالنج بقيه اليوم. فاحنا لازم نعرف his maximum pace for 5 كي. تاني حاجه لما يبقى عندنا بيس بتاع ويل نون ريس زي 5 كي او مثلا ال 1 مايل او ال 10 كي وات ايفر، ساعتها نقدر نظبط الزونز بتاعتنا بتاعت التريننج. عاوزين نتمرن على زون 2 هنبقى عارفين البيس كام بالظبط. قبل كده احنا كنا بنبقى ماشيين بالهارت ريت، والهارت ريت مش دايما بيكون اكتر حاجه اكيوريت، لانه مش كل الناس الماكس هارت ريت بتاعها واحد. اتس فيري جينيتك ان انت الهارت ريت بتاعك كام، فان انا يبقى بس الميجرمنت الوحيد بتاعي الهارت ريت ممكن ما يكونش اكتر حاجه اكيوريت لو انا عاوز اعمل سبيسيفيك ادابتيشن من سبيسيفيك زون تريننج. فعشان كده دلوقتي احنا بقى عندنا بيس رقم نرجع له نقدر نطلع منه الزونز بتاعتنا اللي هنبتدي نحطها في التمرين علشان نزود بقى الايروبيك كاباسيتي بتاعته، ايروبيك باور، الانيروبيك كاباسيتي، الانيروبيك باور، كل الحاجات دي. هو دلوقتي جري كيلو 200. احنا كان الجول بتاعنا بيس 5 كي لكل كيلو، بس هو اكشلي خلص في اقل من كده. يعني اول 1 كي عمل تقريبا في 4.5. دي حاجه كويسه جدا طبعا لو هو قدر يمنتين البيس ده. دي حاجه انا مش عارف هو هيقدر يمنتين ولا لا. نفسك ما منتناش طبعا يا دكتور. يعني في جزء وجزء. في جزء المدرب اللي انا عاوز ان اللعيب بتاعي يبقى احسن حاجه زي الاب وابنه، عارف الشغل. وفي الجو بقى بتاع ان انا هدفع يعني. لا يا باشا هتسيب عليه بس. فداكوا يا رجاله. فاضل له دلوقتي كيلو 100 تقريبا. فاضل له على الوقت اللي احنا كنا متفقين عليه 6 دقايق ونص. فايتس ايزي يعني. طب ماشي يا دكتور، انا بحب السنجاري. ها شاهد الحوف يا باشا. لا 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 جو لا فاضل دقيقة. جو فاضل كيلو. كفايه كده. لا فاضل كيلو يا جو. لا ما تفكرش. عايزين ناكل. لا جو يلا جامد. شفت قلت لك بيعبر. قلت لك ايه يا عم احنا في الشارع. اللي كانت بتشقط بقى ايه؟ انت هتروح الكومباوند ماشي. انا مش هركبك العربية. تعمل ايه؟ لا كانتش عزومه يا جو. امن طلع كولابس. يا عم طيب بحب يجري عليه. كابتن جو احساسك ايه؟ كام ده 23 55. انا عاوز بس اقول ان هو ما كانش معاه الساعه بتاعته وانا اديته الساعه بتاعتي عشان انا كوتش. اهم حاجه عندي الاكلين. هنعمل لك خطه على رشيد. شجعه وده هيظهر في هتدفع يا كابتن ديبو. هتعزم. وايه البيس ايه؟ 23 55. ايه رايك بجد يا ديبو بعد زمن انت امبارح كمان؟ بالنسبه يعني انا اي بليف يعني ان
ان احنا definitely نقدر نكسب ال 22 من فوق جامد قوي يا جو. قول لي كده هاو اتفلت، فاهم؟ هل اتفلت ان انت يو كان جو فاستر؟ احنا برضو خلينا نبقى متفقين ان احنا كنا حاطين البيس ده الجول بتاعنا، فهل حاسس ان دي ممكن تكون حاجه بطئتك او خليتك يعني ساتيسفايد بالبيس دوت، ولا ده فعلا كان اخرك؟ هو بص الصراحه البيس ده بالنسبه لي بيس قوي جدا. انا عمري ما عملت 5K فور تايم اصلا غير على التريدميل. فان انا على الشارع اساسا انا كنت داخل قلقان من ال5 مينت بيس. تمام، انا التريدميل العادي هو التريدميل اسهل يعني، اسهل بكتير، اسهل بكتير قوي. امبارح احنا عاملين تمرينه بنت لذينه، واول امبارح انا متمرن مرتين بوكس وكوره، فانا داخل قلقان شويه. وانت امبارح لعبت في دماغي انت رجلك هتبقى مفشوخه وحاول اعمل 27 ونص. قلت ايه ده، انا كنت بادئ البيس جامد شويه على 4 ونص مثلا، بس على 4 ونص انا بحس انا كنت عارف نبضات قلبي وعضلات رجلي ما كانتش هتاخد البيس ده، فقللت جامد قوي. فساعات كنت بقى بعمل مثلا في شويه عملتهم على 5 ونص، بعد كده طلعت تاني كنت بقى بلعب ما بين 5 و5 و54. البلان بتاعي ان انا اعمل اول 2 بسرعه عشان ابقى براحتي في اخر 3، وانا عارف ان اصعب كيلو هيبقى الكيلو الثالث. فلما عديت الكيلو الثالث كان لسه فاضل بتاع 14 دقيقه، فانا عرفت ان انا تمام، وعرفت ان انا ممكن ازق في اخر البيس ده. فكان في جيم بلان، ما كنتش داخل كده وخلاص، فعشان كده عرفت اجيب 23 دقيقه 55 يعني. بس داخل الجريه ما كنتش عارف انا هعرف اجيب كام الصراحه. قلقان يعني، كنت قلقان، ما كنتش عارف ان انا هعرف اجيبها ولا لا. ان احنا دلوقتي عارفين بالظبط البيسز بتاعتك. احنا الاول كنا بنعمل بالهارت ريت وبتاع، ودي مش اكتر حاجه اكيوريت. هي اكيوريت طبعا اكتر من ان انت تجري باي فيل يعني. مش كل الناس الهارت ريت بتاعها زي بعض يعني. انا الماكس بتاعي مثلا 184 او 185. انا زون 2 بتاعتي انت ممكن يكون الماكس بتاعك 190 او 200 او 170. باي ذا واي برضه دي حاجه معلومه للناس، الماكس هارت ريت ملوش اي دعوه بالفيتنس ليفل بتاعك. يعني انت ممكن تبقى فيت جدا والماكس هارت ريت بتاعك عالي، او تبقى فيت جدا والماكس هارت ريت بتاعك واطي. هي حاجه بتتحدد بالجيناتكس بتاعتك يعني. فدي اكتر حاجه تبقى اكيوريت، ان احنا بالظبط بقى نبقى عارفين انا لو عاوز اعمل زون 2 انا محتاج كذا، لو عاوز امرن لاكتيت ثريشولد انا محتاج كذا. فدي بصراحه ستيب حلوه قوي ان احنا بقى عندنا اكشوال نمبر، بعد كده عارفين ان احنا هنتمرن عليه ازاي. انا مش رانينج كود، I've did triathlon، قريت كتب كتير قوي عن الرانينج وعن الانديورنس، لانه it's part of my sport لما كنت بلعب كروسفيت وكده، و it's part of any sport ان انت تبقى عندك cardiovascular base كويسه يعني. لو احنا بنتكلم ultimate goal ان انا خلاص بقى انا الانديورنس بتاعتي وورلد كلاس، مقارنه طبعا بان انا بعمل حاجات تانية يعني. احنا لو بنتكلم في رانينج، الرانرز اللي بره اللي هم مش وورلد كلاس يعني، اللي هو هاي سكول اثليت، هتلاقيه بيعمل ال 5K دي مثلا في 15 minutes. انا بتكلم على واحد بيكمبيت يعني. لو احنا بنتكلم بقى اليت اللي هو وورلد ريكورد يعني، اللي هو بتاع اليو كيبتشوجي دوت، اللي هو كان عاوز يعمل الماراثون 42 كيلو 2 hours، فده بيمشي على بيس اقل من 3 دقايق يعني دقيقتين حاجه و50 42 كيلو. طبعا 20 minutes is a very good number، مش مقارنه بالرانرز، بس مقارنه باللي احنا بندور عليه اللي هو what's called a hybrid athlete بيعرف يلف، اثليت بيعرف يجري في نفس الوقت، جسمه شكله كويس، is muscular، مش حد مثلا جسمه رفيع قوي اللي هو البودي تايب بتاع اللونج ديستنس رانرز وكده. شكرا لكم يا جماعه الحلقه دي، عشان احنا خلاص وصلنا بيت يوسف اهو. اللقطه الجايه واحنا في المطعم. هناكل ولا ايه الكلام؟ ها؟ فكرة انا عامل لك مفاجأة بس هوريها لك، بس نطلب السمك الاول. احنا عايزين نعور كابتن ديبو جامد النهارده. يا كابتن جو احنا عنينا ليك مكرونه صح؟ مفيش مكرونه؟ المفاجأة يا كابتن ديبو. كابتن هريدي اكتر واحد بحبه في امريكا. المفاجأة جبت لك ناس تعورك اكتر. فقلت اجي اعوم. النهارده كابتن ديبو عازمنا عزومة قوية. اتراهنا يا عم ان هو يعمل 5 كيلو في اقل من 25 دقيقة، حاجة سهلة. عايز تعمل لنا حاجة كبيرة سنجاري حلوة، عامل لنا 4 سنجاري قاروص، يبقى مشوي بالليمون، وعندك بوري والبيض، عندك كاليماري ايه، 3 رز سادة، 4 رز سعودية، 3 شوربة، ولانشون وروز بيف، كل واحد معاه ازازة سيفن كده يشربها لوحده كده يبقى. احنا هنا وصلنا وهنسأل السمك هيبقى فين كمان 5 سنين. يوسف شايف الجمبري ده فين كمان 5 سنين يا يوسف؟ انا ما باكلش جمبري عشان عندي حساسية. ممكن اكل سمك فايتر وبتاع عنده حساسية من الجمبري. جمبريه توديه في داهية. زمان كنت جمبريه صغيرة، خدت كورس VCN بقيت جمبري جامبو. بس برضه ما اروحش اولمبياد صراحه. جيب زنقني، انا كنت عايز اطلب جمبري وبتاع. انا اعمل لهم هم عاوز اطلب. ثانية انا هبقى الفيصل في النص. دكتور ديب اشرح لنا الموقف من ناحيتك. انا راجل بلتزم كلامي، وقلت له لو انت عملت تايم معين عشان انا مدرب القبض عندي عالية تمام،
يعني الاثليتس زي اولادي فاهم، فاللي هو لما بيعملوا حاجه بحب اكافئهم. نقطة ضعفه دموع الطفل يعني. المشكله ان ده كلام مش حقيقي. ليه؟ عشان هو بيستهزئ بالاساليب بتاعته صراحة ساعات في مرة قلت له مراني كروسفيت، قال لي ده كلام عادي جدا. تلت ساعة بالظبط وكنت نايم على الأرض. في كورس جديد في VCN اسمه ازاي ما تهزقش بأي حد، وانا اللي هقدمه. ليه؟ لأن انا مالك العالم في التنمر. يلا بينا. عندك لبس تاني غير مايوهات؟ ساعات ممكن امشي بالسبيدو نفسه اصلا. عايزين نص كيلو كباب مشكل. كابتن هريدي انا شايف كيلو بقى لو كابتن ديبو اللي عايز. حط يا ابني شويه كويسين. رقم نرجع له نقدر نطلع منه الزونز بتاعتنا اللي هنبتدي نحطها في التمرين علشان نزود بقى الروبوت كاباسيتي بتاعته، الروبوت باور. سنجاري. عايز شويه سلطه خضراء بس. الليمون فين طيب؟ جاري. شكرا يا كابتن ديبو. احلى حاجه في الحوار ده انا ولا بجري ولا بمرن ولا بتمرن ولا اي حاجه، باكل بس. انا عاطف يا لمبي كنت معاكم في نفس الفصل. يابا العظم. طب هو انت ليه ماسكه؟ انا اللي امسكه يا باشا انا بس عايز اصور وانا بديهولك رخامه عادي براحتي. كابتن. اي ما كنتش متخيل. يا باشا برضو روح الاب. انت كمان قفلهم لي باكو. يا باشا ولا حاجه والله. عمرك بصيت في عينين كابتن ديبو؟ لا. شكرا يا كابتن ديبو على العزومه بجد. حبيبي يا كابتن جو. عايزين حاجه؟ المره الجايه لما يبقى في تشالنج يوسف هو اللي هيدفع وهنفشخه برضو. خلاص هنوديه حته معرفش هي فين بس هنفشخه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.